السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم 27 محرم 1446 الموافق 2/8 أغسطس 2024. حديثنا اليوم عن شخصية مشهورة في الجزيرة العربية وخاصة في علم الفلك، راشد الخلاوي رحمة الله عليه. راشد الخلاوي طلب منا أن نترحم عليه في قصيدة مشهورة يقول: لعل الذي يروونه يذكروني بترحيم تنتود عظامي جدايد. نقول الله يرحمه ويسكنها الجنة وموت المسلمين. طيب، إذا جينا زمن الخلاوي أو عصر الخلاوي تقريبا قبل 400 سنة، هذا ما قاله العجيري العالم الفلكي رحمة الله عليه. يقول من خلال حسابات معينة عند الفلكيين تبين أن عصر الخلاوي قبل حوالي 400 سنة، لأنه ذكر مواضع النجمة الثريا وحطها بحسبة أيام معينة، فهم استنتجوا أنه قبل 400 سنة، يعني نقول ما قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والشيء الغريب الملفت للنظر أن هذا الشخصية ظهر في وقت كانت الجزيرة العربية والكل يعرف كان فيها جهل سايد وصراعات قبلية، فبروز شخصية مثل الخلاوي بهالعصر هذا استثنائية بصراحة. يعني رجال أسس علم الفلك الخاص فيه وحطه على شكل قوالب شعرية يسهل حفظها، وهو قبل هذا شاعر بعد، يعني يمتلك عدة مواهب. فالرجل عجيب، يعني هو صاغها بالأبيات الشعرية علشان يسهل حفظها ويتناقلونها الناس وما تندثر، ولا أكثر علوم الخلاوي ضايعة. هنا لابد أن ننسب الفضل له. ابن خميس، عبد الله بن خميس الأديب رحمة الله عليه، هو أول من ألف كتاب عن هالشخصية، جمع علوم الخلاوي وأشعار الخلاوي وحطها في كتاب رحمة الله عليه. فهو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أنه كثير من الناس خاصة الأجيال الأخيرة أنهم استفادوا من أخبار الخلاوي وعلوم الخلاوي، وهي منتشرة على العموم في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أغلب ما يجينا ونسمع كله عن وقت مثلا القيض، وقت الأمطار، فهم يرددون أشعار الخلاوي وأبيات معينة يتداولونها، وكل أغلب أخبار الخلاوي موجودة. لكن الفكرة أنا عندي من الفيديو أنه في بعض الكلمات أو المفردات ترد في أشعار الخلاوي ربما بعض الناس ما يفهمها، فأنا حاولت أني أوضحها قدر معرفتي وحسب معرفتي المتواضعة. يعني ما هو أني عارف ولا أعرف من غيري، لكن في بعض المفردات حبيت أني أوضحها، وهذه الفكرة من الفيديو. طيب، نجي على موطن الخلاوي. موطن الخلاوي نجد، وهذا ثابت حتى بالأشعار وبالقصائد والأماكن اللي هو ذكر. بعض الناس يعتقد أن راشد الخلاوي فقط كان يعيش حياة البادية. راشد الخلاوي مثل ما قلنا حالة استثنائية. الرجال ما تقدر تقول بدوي ولا تقدر تقول حضري، لأنه عاش حياة البادية وعاش حياة الحاضرة. الرجال صاحب علم وثقافة واسعة، وفي مرحلة من مراحل حياته غادر نجد والجزيرة العربية أيضا بأكملها، يعني غادر وراح للعراق وراح للهند وراح للمغرب العربي، وهذا مذكور بقصائد راشد الخلاوي. وكان يعيش في مرحلة من مراحل حياته في شمال الجزيرة العربية، ربما كان في جنوب تركيا، لأنه يقول يرسل مندوب يقول: فلولا منيع سور هجر وبابه وابن عقيل عصبة من قرائبه، لك الله ما سنعت لسهيل ناقتي ولولاه ما نوخت يبرين شاربه. يبرين هذه جنوب الرياض 120 كيلو، فهو يرسل المندوب من أقصى الشمال إلى اتجاه نجم سهيل اللي هو المندوب الوهمي اللي يرسلونه من أول عبر الركائب، وهذا كان سائد بالأشعار. حتى أيضا أنه يقول: ولي عند أهل الحلم والعلم والتقى أياد ولي من صوب بغداد جاذبة. الرجال أنا يبدو لي أنه في مرحلة بعد راح يطلب العلم في بغداد. يقول: ولي عند أهل الحلم والعلم والتقى أياد ولي من صوب بغداد جاذبة. وهو يتكلم عن نفسه بالأسفار والغربة، يقول: فتن شد للعليا ودل يدورها طول السنين بكور وجنا نجايبه، داس العراق وداس الأمصار يا فتى، والسند داس وداس دار المغاربة.
يعني من أول يقولون ما يقولون الهند، يقولون السند. فهو ذكر أنه ركب البحر وسافر وتغرب وخارج حتى الجزيرة العربية. أنا لاحظ دائما كثير من الناس يسألون متى ينتهي الحر، متى يطلع السهيل، متى يبدأ الوسم، متى، أسئلة كثيرة. والموضوع سهل جدا، أنت ما عليك إلا أنك تطلع على كرت مثل اللي أنا عرضت أو غيره من الفلكيين، وتربطها بالتاريخ الميلادي، وتشوف موقع النجم وتشوف ما يقابله من التاريخ الميلادي، وتعرف وش باقي من الوقت. عندك مثلا نجوم القيضة، الثريا والتويبع والجوزاء والمرزم والكليبين والسهيل مثلا، هذه كل واحد منهن يقابله التاريخ الميلادي بالاسم، أغسطس مثلا، يونيو، يوليو، تعرف وش باقي. الموضوع سهل جدا. هذا التقويم للشيخ المرحوم سليمان البسام من هالي عنيزة، الله يرحمه. طبعا التقاويم هذه كل واحد حر ياخذ اللي هو يبيه، يمكن بعضها فيه تقديم وبعضها تأخير فيه. مثلا تقويم أم القرى يختلف عنها الدكتور الزعاق، يختلف عن هذا، يختلف عن غيره. لكن أنا شخصيا والله أمشي على التقويم هذا ورغب الله، والموضوع اختياري، والفروقات أيام لا تذكر. المهم أن الواحد يعرف أنها على مشارف الموسم الفلاني أو دخول النجم الفلاني، أو والظواهر الكونية هذه ما هي بالدقيقة والثانية، تراها تجي تدريجيا التغيرات. ندخل على نجم الثريا ووصف الخلاوي بنجم الثريا. معروف النجم الثريا أول ما يطلع ويتبين بدأ القيض، خلاص ما في جدال. قبل الثريا في كنة الثريا. كنة الثريا معناها أنها تختفي عن الأنظار، أيام معدودة تختفي، وأحيانا يبتدي الحر من كنة الثريا، مثل ما هو حاصل بالسنة اللي فاتت 45 عام 45 هجري، بدأ الحر علينا بدري من كنة الثريا قبل تطلع، تخطت 40. ولا هو بكل سنة تحصل هذه، لكن حصلت السنة ذي، جانا الحر بدري. فهو شوف اللي قدامك الحين النثيلة هذه اللي فيها بياض، هذه المراغة اللي عند الجحر. فراشد الخلاوي يقول أول نجوم القيض غرا سنها مراغة بزوى عند باب المجحرة. فهو يشبه كتلة النجم الثريا بس ما كأنها مراغة. بعض الناس يعتقد أن البزوى الأرنب، وهذا خطأ. الأرنب ما لها جحر بالمناسبة، والكلام يجر بعض. الأرنب لها دحل ما لها جحر. الأرنب البرية لها باء الصيف مسكن ولها باء الشتاء مكان. فالمقصود بالبزوى ربما أنها بالعراق يسمونها البزون، القط البري. الجحر للضب وللثعلب وللضبعة، ربما أنها البيت بعد محرف مرغة ضبع عند باب المجحرة. فالفكرة أنه يقول إن شكل الثريا واضحة يوم تبين بالسماء مثل المراغة هذه اللي تشوف قدامك بيضاء، وهي حوالي 7 نجوم. هذا بالنسبة لكنة الثريا. مثل ما قلنا بعض الأحيان يجي فيها حر وبعض الأحيان لا، لكن الكنة اللي عليها الكلام بالحر هي كنة الجوزاء، اللي يقول فيها عبد الله بن زويب إن في كنة تشوي الجربوع رمضاها تابس غصون الشجر من حر واهجها. ويقول أيضا متى ما الثريا مع سنة الصبح وايقت على كل خضر ودعت بالسنايد. هنا أن الثريا يقصد أن الثريا كل ما ارتفعت بدأ القيض، وكل يوم عن يوم تزيد الحرارة. فهو يقول كل ما تسندت ارتفعت كل ما زاد القيض، وحتى جميع أشجار خضراء وجميع شيء يبدأ يتلون، يتغير لونه وينشف، وخاصة اللي مشفي من الأرض. هذا قصده في البيت هذا. بعد الثريا يجي نجم التويبع. يقول الخلاوي من بعدها نجم كما فرخ مثلي على الشوف يتليها مشيه عاود. يقصد هو هنا أن نجم التويبع يتبع الثريا، فيشبه كأنها الناقة ولدها المثلي. قد يكون هذا الوصف، لكن هو ظاهر من معناه واضح أنه فيه شيء يتلي شيء، وقلنا أنه ولد الناقة. ويجي على بعض الحيوانات فرخ مثلي. الفرخ يجي على كل شيء صغير، مثلا حتى الأوادم، لأن الحطيئة وش يقول ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. فهو كان يستعطف أمير المؤمنين لأنها أمر بقتله، فيقول من أترك عيالي له. تمام. ومرخ هذا وادي في سدير والغاط في وسط نجد. تمام. نجي على
على الشوف يتليها بمشيه يعاود، ما معنات يعاود. بعض الحيوانات إذا ركض أو مشى ياخذ شوي بعدين يوقف ويلتفت، تمام. هذه المعاودة تجي على الظبي وتجي على الذيب وتجي على الثعلب، لكن بعض الحيوانات إذا ركض ما يلتفت، فهو يقول هنا معاودة، يعني يقصد أن النجم يتلي النجم ويعاود، يعني ما هو عجل. هذا وصف الخلاوي. قبل ما نطلع عن نجم الثريا والتويبع، نذكر أن في بعض الأحيان تجي رعود وبروق وسحاب بنجم الثريا والتويبع، لكن بأمر الله ما تعقب أمطار إلا رشوش وشيء ما يذكر. فالخلاوي يحذر من أنك تنجذب، هذا قديم من الكلام، أن الناس من أول كانوا يشدون الرحال إلى شافوا البارز. فيقول كما مورد نظاميه والقيض جد بدأ على بارز الثريا هبيل النشائب، يعني لا تنخدع ببارق الثريا. وحتى يقولون ما ذكر وادي من بتويبع سال، تاتي بروق وليس شعيب، حتى في موضع آخر يقوله. أغلب الكلام اللي ذكرناه عن الخلاوي ينطبق على نجد، أكثر شيء ينطبق على نجد وشمال السعودية، وربما أجزاء من الحجاز، لكن ما يمكن أنك تعممه على مثلا تهامة أو على المرتفعات بالجنوب، لأن لها تضاريس تختلف ولها أجواء تختلف. لكن اللي يذكر الخلاوي الخاص بمنطقة نجد تقريبا والشمال. بعد التويبع ندخل على الجوزة. يقول لك بوارح الجوزة ربط فيه بسرها، تخالف الألوان بين الجرايد، يبدأ البلح يلون، البسر يلون. بعده المرزم، يقولوا ولي ظهر المرزم شبع كل كالف، من الغيد وانحن الليالي الشدايد، من أول الناس عيشتهم على الله ثم على التمر. فهو يتوفر بالمرزم مثل ما هو حاصل الآن، احنا بآخر المرزم تقريبا لله الحمد يتوفر التمر. والغيد اللي هي النخل. نجي على آخر نجم اللي هو نجم الكليبين، اللي هو آخر نجوم القيض. يقول ونجوم الكليبين التي تنشف الجم، يغور فيها ماء العدود الوكايد. العد هو الجليب الغزيرة اللي فيها الماء ويقطنون عليها البدو من أول من طلوع الثريا حتى ما بعد طلوع سهيل، فيكون الماء متوفر. لكن يجي وقت يقل ماها، إذا جمت ينزفونه، وإذا جيت تلقاها غاير الماء فيها من شدة حرارة بطن الأرض ومن استهلاك الناس للماء. هذه هو اللي هو الكليبين. يغور فيها ماء العدود الوكايد، العد الوكيد ولا هو العد مثل أي مارد. نعم. أيضا يقولون أحيانا ما بين سهيل والمرزم نجم ينشف غزير الجم، المقصود فيها نجم الكليبين. واحيانا والله يجينا حر قوي حتى بعد طلوع سهيل، حتى الناس يحترون سهيل ويعتقدون انها يبرد الجو. هو يبرد خاصة في الليل، لكن احيانا يجينا بعد طلوع سهيل يجينا حر قوي، خاصة اذا جانا سحب. السحاب هذا اللي يكتم الجو حتى الفجر يكون فيه سمو، وله بكل سنة. لكن احنا دائما نتأثر بالمنخفض اللي يجينا من الهند، هذا يكون احيانا جو رطب وفيه سحب قاتمة، هذه اللي ترفع درجات الحرارة عندنا بشكل وتأخر البراد. فإذا كان الجو صافي من وجهة نظري أنا الشخصية، متى ما شفت الشمس صافية تشرق وتغرب وهي صافية ما عليها سحاب، حتى لو انك بالقيض ترى الليل مقبول. أما في حالة وجود السحاب، لكن الله يرحمنا برحمته، وكل شيء تدبير العزيز الحكيم. أحيانا نسمع عبارة مرخيات القلايد مع بعض الناس، وناس مهتمين حتى بالفلك، ولا أني بعرف منهم أنا، لكن يقولون مرخيات القلايد هذا نجم يجي بآخر القيض يرخي قلاطة الناقة من شدة الحر. وراشد الخلاوي ايش يقول؟ يا مال الغنيمة، يقول واليوم مضى 51 ليلة فلا تامن الماء من حقوق الرعايد بعد طلوع سهيل. 51 ليلة قضى القيض عن جرد السبايا، ولا بقى من القيض إلا مرخيات القلايد. الحين يقول 51 ليلة مضت بعد طلوع سهيل، أنت على أبواب الوسم، وانتهى القيض عن جرد السبايا اللي هي الخيل. تحط الناقة آخر شيء، الناقة أقوى تحمل أصلا من الخيل،
وهو يقول لك لا تامن الماء من حقوق الرعايد، أنت على أبواب الوسم، فكيف يكون نجم من نجوم القيض حار ويرخي قلطة الناقة؟ هذه ما تجي أبدا. المقصود يا طويلين العمار مرخيات القلايد. قلايد الوسمي هذا نوع سحاب يجي قبل الوسم، فيه بركة وفيه خير، يجي قبل الوسم بأيام وأحيانا قبل أسبوع أسبوعين. هذا يسمونه نوى القلايد. بريت سرعي بقعة شاعر قديم يقول سقى دارهم من مزنة مد الهمة بنوى ثريا أو بنوى القلايد. هذا المقصود فيه نوى القلايد، ومزن يرتدم من المنشأ يسمونه نوى القلايد. قلايد الوسمي هذه تجي قبل الوسم. الثروي اللي هو يقصد بنوى ثريا أو بنوى القلايد. الثريا ما هي بثريا، ما هي اللي حقت القيض ثريا القيض، لا، هذا نجم يجي بالوسم بأول الوقت بأمر الله ينبت حتى زبيدي، فيسمونها الثروي. حبينا بس نوضح النقطة هذه. النجم هذا اللي يجي بأول الوسم يسمونها الثروي. يقول الخلاوي في موضع آخر، يقول اللي أشربت من مربض الظبي ناقتي بنوى الثريا قلت وي ربيع. إذا جاء المطر بأمر الله في نجم الثروي اللي هو أول الوسم، حتى لو أنه مو بواجد يسمى الأرض بأمر الله يكون له فائدة عظيمة. ومربض الظبي ما يتعدى أجار النار، فهو يكون مفيد في هذا الوقت. فيها أبيات تخص نجوم القيض للخلاوي توارثونها الناس وخاصة الشيبان. ولعلكم تذكرون أبو شرعان الله يقومه بالعافية، ها الشايب الوجه الخير الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله. تمنيت أني أواجه هالرجال. كان يردد الأبيات هذه، يقول قال الخلاوي والخلاوي راشد عمر الفتى عقب الشباب يشيب، حسبتنا الأيام بالعد كلها ولا كل من عد الحساب يصيب، حساب الفلك بنجم الثريا مركب حرص له الفلاح والطبيب. يقول أبو شرعان يقول أن الطبيب طبيب الحلال، ما كان في طبيب هاك الوقت، هو صادق والله. فلي صرت بحساب الثريا جاء هل ترى لها بين النجوم رقيب، ولي غابت الثريا تبين رقيبها، ولي طلعت ترى الرقيب يغيب، ولي قارن القمر الثريا بحادي بعد 11 عقب القران تغيب، 7 عد له بعد غيبته، هذه هي الكنة تكون مصيب، ومن بعدها تطلع بها القيض يبتدي، تاتي بروق ولا يسيل شعيب، ولي مضى 25 ليلة ثقل القنا من فوق كل عسيب اللي هو عذوقاء التمر، وتطلع لك الجوزة وهي حنة الجمل، وتاتي هبايب والسموم لهيب، ولي مضى 25 ليلة يطلع لك المرزم كقلب الذيب، يعني جريء وواضح. ولي مضى 25 ليلة يطلع السهيل مكذب الحسيب، ولي مضى 25 ليلة، يعني سهيل مكذب الحسيب بعض الناس يخطي بالحساب ويقدم ويأخر أيام معينة، فهو يطلع بوقت خلاص يعني انتهى النقاش، هذا هو واضح قدامك مكذب الحسيب. ولي مضى 25 ليلة تلقى الجوازي طردهن تعيب، اللي هي أفضل جوازي، لأنه من أول كانوا يحبلون لهم بالأودية وهن يكنسن ويقيلن بالظل، فيجي وقت بعد 25 ليلة من طلوع سهيل يغادر وتبرد الأرض وينتشرن بالأرض. واليوم مضى 25 ليلة تلقى جوازي طردهن تعيب، تلقى الجوازي ما تناحر مقيلة ليلة نهار تجتلد وتليب. واليوم مضى 25 ليلة لا تامن الماء صيبه يصيب، يعني على أبواب الوسم هالحين خلاص. في بيت مشهور البركات الشريف يقول يوم من الشعراء يستاقد بها الحصى تلوذ بعضاد المطايا جخادبه. الجخدب هذا نوع من أنواع الجراد يتحمل الحرارة الشديدة، لكن يجي يوم من أيام الشعراء اللي هو نجم المرزم هذا يحتاج أنه يلوذ بالظل، ولا هو بكل الأيام، يقول يوم هو. شفت مقاطع أن يتداولونها الناس قبل فترة يقولوا يوم من الجوزة. الجوزة ما هي الوصف، ما هو على الجوزة، على الشعراء. أول دخول الجوزة يقول راشد الخلاوي تظهر لك الجوزة وهي حنة الجمل وتاتي هبايب والسموم لهيب. ومحنة الجمل، الجمل إذا ورد على الماء وصدر من الماء ووقف والتفت على الماء وقام يحن ويسمونها محنة الجمل، هذه بالجوزة ما هي باخر النجوم اللي هو المرزم. المرزم هذا وصف البركات الشريف. أحيانا بعض الأبيات تلقاها بالديوان فيها خلة أو كسر أو شيء، هذا شيء طبيعي من النقل ومن الطباعة ومن الأشياء هذه. لكن مثل قصيدة اللي هي قصيدة الفلك اللي على آيد وحنا نطقناها يعاود، هو بالأساس يعاود لكن حنا ننطقها يعاود باللهجة العامية، أي يعني باللغة العربية البسيطة.
وأنا أقلب بكتاب راشد الخلاوي لفت نظري أن أشعاره قريبة من اللغة العربية الفصحى، كذلك لهجته لهجة الجنوب المميزة، اللي يقول فيها وحنجارنا يازي عزيز مكرم وخير الوراء من عزل الجار جانبه. وأيضا يقول هذه حكاية المنتخلوة وغرب وفي كل خد ناخ فيها نجايبه. الحديث عن سيرة الخلاوي ما يكفيه حلقتين 3 4، لكن أنا أحيانا تستوقفني بعض الأبيات دليل أن الرجال عاصر الدولة العثمانية. هو ايش يقول هنا؟ مرة روح من مقناصه، والمرواح هو العصر، الرجال يسرح الصباح ويروح العصر، أحيانا يكون صايد وأحيانا يفلس، لكن هذه من ضمن مراويحه. يقول إني كنت متبجح وإني مبسوط هاك اليوم، فهو يقول من البجح بي والعصا قد خضبتها. من أول يعتقدون، حتى أظنه إلى حد الآن موجودة، يخضبون العصا والسلاح والبندق من دم الصيدة على أساس يقولون تستلحم ويتبركون فيها، عاد الله أعلم فيها. لكن يقولوا من البجح بي والعصا قد خضبتها، وقد أرحت ظني من شقاهن تعب، وبقيت كني حاوي لي مدينة عليها الدول فوق الدروب المهايب، جلوسا على بيبانها حافظينها من الترك حشد يفتلون الشوارب. هنا يقول ما معنى الدول عليها الدول فوق الدروب المهايب؟ يعني الدول العسكري من الدولة العثمانية كان يسمى دولة، فمجموعة العساكر يسمون دول، مثل ما تقول يا طويل العمر دولة الرئيس فلان وهو واحد. فهنا هذه الأبيات استوقفتني. هذه قصة تدل على وفاء راشد الخلاوي، لأنه كان صديق للحاكم منيع بن سالم، ولكن راشد ما يقبل أنه يقعد عند أحد، ولا يقبل أن أحد يعني يملي عليه. رجال يحب البر ويحب السفر ويحب. فسنة من السنوات أجدبت الأرض، وكانت سنة دهر، ركب راشد الخلاوي هو ولده وراحوا للحاكم اللي هو منيع بن سالم. يوم أنهم جوه قال منيع للخدام إذا جاكم راشد قولوا والله ما عندنا شيء. وصلوا من بكرة، امرحوا من بكرة، جاهم الخادم وقال والله ما عندنا شيء، تعذر منهم. قالوا خير، رتبوا وانكسوا مع دربهم. فمنيع الحاكم قال الواحد من الخدام اللي عنده رح واعترضهم، سنك تبي تخوي عليهم طرقي، واسمع وش يقولون. نفذ الخطة، وهي فيها نوع من الاختبار والمداعبة. يوم انهم جدوا المسير وخواهم الرجال هذا، وراشد الخلاوي ولده معه، قال ولد راشد قال عنينا وعنينات سيناق فاصبري على بارز ما ينثر المم خائله. على طول مباشرة، القصد واضح من البيت، يعني رحنا ما استفدنا شيء. قال راشد وقف، على طول مباشرة رد عليه بأبيات يقول قال لولاه ما زارت إعمان مطيتي، ولا رقت رملا طويلا تهايله، مشروبنا من ماء منيع وزادنا، ولا نلبس إلا من فصائل جمائله، وإن كان شح اليوم عنا بماله ذكرناه بل زد مضى من فعائله. قمة الوفاء. هذا البيت يدرس، يعني إنك الرجال إلى منها طلبت لك رجال وقصر معك وهو من الأول وفي ويعطي أو ما يقصر، لكن لا تحسبه على مرة قصر فيها، هذا دليل إنك لازم تغاضى وتمشيها على ما قال وتلتمس العذر لرفيقك. عاد يوم أنهم مرحوا، والخوي هذا يقوم وينس بالليل ويرجع المنيع ويعلمه بالسالفة كلها. ضحك منيع وجاز له الوضع يوم أن خويه كان وافي معه ما قال شيء فيه، فعلى طول مباشرة أرسل لهم وطلبهم وردهم واجزل لهم العطايا وكرمهم. وهذه عادته مع راشد الخلاوي. وله قصيدة أيضا يقول الخلاوي والخلاوي راشد بالقيلة غالي مثل غال الجلايب، من مبلغ الصبيان عني نصيحة، من حاضر منهم ومن كان غايب، من لا يحوش المرجلة في شبابه، ما عاد يدرسها إلى صار شايب، ومن خاب في أول صباه من الثنى فهو لازم في تالي العمر خايب، كما مورد ضاميه والقيض جد صفاء على برز ثريا هبيل النشايب. هذا اللي ذكرناها قبل شوي. يقول عليك بالعدود ومن لا ورد عد انتطام أجمامه، عليها الادلاء والدروب الديادب، إلى أن يقول وليظهرت بدرية الصبح واضبطوا. هنا معنى بدرية اللي اسم من أسماء البنات، المقصود فيها نجمة الصبح بدرية. في بعض الأحيان يرد ذكر عمان في بعض الأبيات، ومنها اللي ذكرناها اللي يقول لولاه ما زارت عمان مطيتي، ولا رقت رملا طويلا تهايله. ما في شك أنه ضرب على الربع الخالي بهالوصف. يعني
مركز الإمارة الحميدية ذلك الوقت ما ندري هل هو الحسا، هل هو يبرين، هل هو على حدود عمان، لكن هو أعتقد أنه قصد الإقليم بشكل عام. وهو كان يتردد على الأماكن هذه، والأكيد أنه عاش فيها فترة طويلة، حتى أنه يذكر نجائب الإبل العمانية، يقول في راكب من فوق علكم كورها، خرس اللسان ومشخص العين قاطبة، حمرة من الظفرة طوالا ضلوعها، وفجن عضودها والمحاقيب شايبة. هو عاش فترة بهالمناطق هذه، وبالإضافة إلى أن حتى الفلكيين حددوا قالوا أنه ما بين الرياض وعمان منطقة راشد الخلاوي، وهذا أعتقد أنه كان في أول شبابه، وبعدين مثل ما قلنا انتقل إلى شمال الجزيرة العربية وعاش فترة من الزمن. يقول له في قصيدة يوم أرسل، يقول 50 ليلة، يقول يقول قطعت نياط الخد بالسير والسرى على كر، من مسراه مسري هبايبه، متى هزها شوق المنيع وسنعت، قد نجمة السهلي من الشوق طاربه، جد السرى والسير 50 ليلة في كورها، ما صافح النوم راكبه. هذا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. يبدو لي أن الخلاوي عاش عمر مديد، ومر على شخصيات كثيرة، لأن في هذا الأبيات هذه يقول من ضمن المناديب اللي كان يرسلها، يقول خذها يسارا ورد وادي حنيفة، واد بها المنجوب أولاد وايل، دار الأبو سالم فتى طال شبره، شيخ الكمام ومجتدى كل سائل. ولها أبيات تخليك تندهش من مدى معرفة هذا الرجل، مثل البيت يقول أصل الحرير العال من جوف دوده، والنرجس الغالي خساس صلايبه. الحرير استخرج من دودة القز اللي معروفة، يعني أندر أنواع الحرير من الدودة، دودة القز. فهو كيف وصل للمعلومة هذه؟ وبعدين يقول والنرجس الغالي خساس صلايبه. النرجس، زهور النرجس من قديم كانوا يستخلصون منها عطورات غالية. وليش يقول خساس صلايبه؟ لأنه نبتة سامة. لله درك يا الخلاوي. وله أبيات في الصلاة يقول واجهد وجاهد واغنم الروح يا فتى، وحافظ على 5 من الله واجبه، فلا رأس مال المرء إلا صلاته، فانضاع رأس المال فالحال خاربه. وله بيت في طبايع البشر، في مثل يقول حدر جبل ولا تحدر طبيعة، يعني بإمكانك تنسف الجبل وتغيره وتضيع معالمه، لكن طبايع البشر بعضهم حشاكم ما تقدر تغير طبعه من النذالة والخيانة والأمور هذه. فهو يقول راشد، يقول من به جبلات من الله حطها، تزول الرواسي والجبلات ناصبة. لاحظ الوصف البديع في هالبيت عن السحاب الثقال اللي بارقه ما يفصل، وحتى أنها يبدد ظلام الليل كأنها شعلة النار، ورفرفة البرق كأنها الطائر اللي ينتظر أمه علشان تطعمه، فهو دائما رفرفة. يقول أصابه من الميزان والدلو رايح، صدوق الحياة يحيي العصور الأوايل، سرى كانتفاض الفرخ في حندس الدجاء، يفوج سنة الليل مثل الشعايل. في بيت الخلاوي يوصي فيه على أنك تأخذ احتياطك بالماء إلى أنك نطحت القيض وانت تبي البر. يقول من يضرب البيدة رديا صميله، ومن ينطح العايل بغير سلاح. يقول كأنك تواجه لك عدو وانت ما بيدك سلاح، فلازم تأخذ احتياطك من الماء وقت القيض. أنا والله بالنسبة لي جربت القربة اللي هي الصميل الحين ما عاد فيها الأمور هذه كلها. المطارة جربناها تنضح ما تمسك الماء، خاصة أنا أتكلم عن الفترة الطويلة من أسبوع وأكثر. جربت الثلاجة اللي حطيت الماء ما تكفيك أنت وربعك، كل شوي أنت وارد على الثلاجة. القربة ما كل واحد يعرف يتعامل معها. القربة تصلح للبدوي اللي ثابت بالبيت أو راعي مزرعة مثلا، لكن اللي تنقل بالسيارة ما تصلح له. فلقيت أنا، ولو أن بعض الناس يمكن يضحك علي، لقيت أن الجركل من أفضل ما يكون. لي سنين وأنا أستخدم الطريقة هذه خاصة بالقيض. جركل 10 لتر أو 15 لتر مناسب، تحط عليه لك 4 لفات 5 من الخيش هذا، وتأخذ لك نوعية جيدة من الجراكل. لقيت أنها من أفضل ما يكون. أنا جربتها، كل شيء جربته، مثل ما قلت لكم القربة كنت أنقل والله القربة معي والبدرة وهذا، لكن بعض الناس ما يعرف يتعامل معها. أحيانا تطيح وتنبجد، وأحيانا إذا كانت شنة يبس فمها ولا شيء تكسرت، بعض الناس ما يعرف يرطبها وهذا، وبعضهم ما يعرف يوتيها وبعضهم. لكن قلنا على الجركل يكون حل جذري لهالأمور، وفعلا لقيت أنها من أفضل ما يكون، خاصة للمدة الطويلة.
بالنسبة للي يحبون الكشتات بالليل، لأنه ما في طلعات الحين إلا بالليل، يعني يطلع الواحد يسمر يتعلل، تجنب الأماكن المرتفعة. الأماكن المرتفعة هي اللي فيها السموم والهواء الحار، لأنه عندنا نسبة الرطوبة من 10% إلى 15%، هذه تتركز في الأماكن الهابطة. يعني لو لقيت لك قاع مثلا أو وادي منخفض، تجي محاذاة الوادي وتنزل، لأنه أركد للهواء والتيارات الباردة تتركز في الأماكن المنخفضة. هذا بالنسبة للقيض. بالنسبة للقيض في أيام معينة تطلع فيها، لأن القيض مو بكله حار، ودرجة الحرارة ترى بلبر تختلف عن البلد. يعني أقل شيء 6 درجات، من 5 إلى 6 إلى 7 درجات تنزل إذا طلعت للبر. الأودية حلوة، تطلع تغير جو لك بوادي عصرية وتمرح، تعلل بالليل وتمرح، وبكرة الفجر تمشي أو تسري من ليلك. المهم أنك تطلع عصرية تغير جو وتشم ريحتها هالأشجار، وتصلح لك براد شاهي وتحط فيه شوي شيح، وتصلح لك يا طويل العمر قرص خفيف، وما سهل الله من هالوجبات الخفيفة. والله يا فيها متعة ما تخيلها، أفضل من أنك من استراحة لاستراحة وتحت هالمكيفات وزحمة هالسيارات، ففيه متعة. فأنت لا تحرم روحك ما دام أنك قادر، والعمر فاني. ومثل ما قال راشد الخلاوي: نعد الليالي والليالي تعدنا، العمر يفنى والليالي بزايد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.